26 بمباراة كلاسيكية، مباراة العراقة، مباراة الزمن الجميل بين ران أمين كويري. كان واحد أغلب في مسار نادي ران، انتدابات نادي مارسي، وهنا العرضية في اتجاه كويري، العرضية في اتجاه كويري. أمين يعود إلى الروازون بارك، تذكروا دوبيا مرة أخرى لمن يكون دوبيا. راجعت صعوبات كبيره له، يمشي بالسرعه اليمين، كويري يتقدم لكن يقطع له طريق عبد الحميد ايت بودلان. لا زالت يا كويري، لكن في نهايه المطاف تلمس المدافع فرانكوفسكي ليدافع في كره صعبه جدا ليانارك. امين كويري من ينفذ وبالراس ممكن، ولكن كوفسكي مره اخرى يتحدى امين كويري على بطوله دوري ابطال اوروبا. وقع الانتصار. اللاعب اللي خلفه الطاقة الحمراء لعبد الحميد ايت بودلان، غير محظوظ بطاقة حمراء. يفصل في اللقطة أمين كويري جرينوود يسدد، ولكن مرة جانب لم يبرز في الموسم الماضي، فهل يحضر اليوم؟ بينما كرة عرضية في القائمة الثاني بالراس خط الدنماركي مع الانجليزي، بينما الكرة البينية في اتجاه كويري في العمق، ودي كرة والركنية من جديد والكرة ترجع لمارسي. أمين كويري ينسل، رابيو نعت جرينوود وآخر التسديدات، وآخر الحضور اليسارية القائم نهاية الجولة الأولى 0-0. مارسيليا جرينوود الآن في المساحة، ملعوبة الكرة على الطرف الأيمن، المرور لكن هنا غير متاح مع جاك. القادمة فترة أمين أمل بودلان، العرضية ريني، خطأ هنا وانطلاقة وكرة الهدف الآن، لكن تلمس المدافع. نبقى مع أمين كويري. 12 دقيقة على بداية شوط المباراة الثاني، 0-0. رابيو العرضية للمرة الثانية القائم يصد كرة على الطرف الأيسر بفايدة غوميز. حتى الآن ما شفناش البودلاء، خاصة تيموتي ويا الواضح والصريح من جانب عناصر نادي ران. الكرة بالعرض والكنترول بعد ذلك واللمسة يا اوباميانغ لا زالت خطيرة جدا. سيرفع هذه الكرة جرينوود وخطيرة في امن الدفاع، لانه في المرتدات ران يكون خطير. امين كويري بالعرض في اتجاه بعد، هنا جرينوود يغير تماما، والمنادات الان من طرف اللاعب امين كويري. لمن يا امين؟ يرجع استلام على طول عن طريق اميز على الجهه اليسرى. يا امين يا كويري انطلق، ماذا سيفعل الان؟ التسديد نادى على الكره، السلمه كويري ماذا سيفعل؟ جرينوود، ما هو الحل يا جرينوود؟ كويري وحده، امين وحده عمل كنترول على الكره، هنا كويري في العمق هنا وصلت ليمين كويري، العرضيه يا كويري والراسيه، هنا الكره ليمين كويري حاول، يدخل الوانتو لكن لم مارسيليا والمساحات، مارسيليا والسرعه والانطلاق، مارسيليا مع الان لتنفيذ والفرص الاخيره، بينما الكره العرضيه لا زالت ولكن كاميرا الصوره على بلال نادير الذي لم. هنا التمريره ممتازه، ليس هناك تسلل، هنا انطلاقه، جول بلاسي سجل هدف قاتل في الوقت القاتل في اللحظات الحاسمه. نعم.